السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين اخواتاتي العزاز؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا بفيديو جديد على قناه البساطه ام هبه. وبما اننا مقبلين على الشهر الكريم، الله يدخلوا بالصحه والسلامه على جميع المسلمين يا رب. غادي نشارك معكم البنات الطريقه ديالي في التحضير ديال العسل. ناجح البنات مليون في المئة. لجميع المعسلات ديالنا صراحه تيجي رائع وتيجي احسن من ديال الزنقه. تيجي ثقيل ومنسم البنات، ومكوناته اللي هي بسيطه. خليكم معايا باش تتبعوا جميع النصائح باش ينجح معكم هذا العسل. بالنسبه للمكونات، غادي نحتاج هنا 2 كيسان ديال المعبره العنبه. غادي نحتاج واحد الحامضه اللي قطعتها دوائر، قالب ديال السكر من فئه 2 كيلو. وطبيعه الحال غادي نحتاج هنايا المنسمات. غادي نستعمل عويدات ديال القرفه، حبه ديال الباديانه، وشويه ديال المسكه الحره البنات، هنا 5 د الحبيبات ديال القرنفل. كما لاحظتوا معايا مكونات اللي هي بسيطه، وصدقوني راه تيجي رائع هذا العسل وتيجي خاتر. وباش نسهلوا العمليه ديال هاد السكر ديالنا باش يذوب لينا دغيا، كما لاحظتوا معايا انا راه هرسته هكذا على شكل قطع. وغادي نستعمل هاد العسل ديالي غير في واحد الطنجره، ما غاديش نستعمل الكوكوط نهائيا. غادي ندير فيها هاد الكميه كلها ديال السكر اللي عندي، كما قلت لكم يعني قالب ديال السكر عندي هرسته كله ودرتو في هاد الطنجره. بالنسبه لهاد السكر، غادي نضيف ليه هنايا 2 كيسان ديال الماء عباره العنبه طبيعه الحال البنات. وغادي نضيف ليه هنايا دوائر ديال الحامض البنات هو باش نعرفوا العسل ديالنا واش طاب لينا او لا. وغادي نحاولوا نحيدوا ليه ديك العصفه ديالو طبيعه الحال اللي تتكون فيه. وبالنسبه للمنسمات كما قلت لكم راه غادي نضيف هنا الباديان والقرفه وشويه ديال القرنفل. صراحه تعطينا واحد المذاق اللي هو زوين بالنسبه للمعسلات ديالنا. صافي وغادي نخليه غير بموجه المرحله الثانيه البنات صافي، ومن بعد غادي نديرو فوق البوطه باش يطيب ليا. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي نحتاج ليها 1.5 كاس ديال المعادن الروبيني. غادي ناخذ داك نص كاس، غادي نضيف ليه ما تبقى من الماء الزهر، يعني غادي نكمل 2 كيسان. صافي البنات، وغادي نسمو هنايا بواحد الشعيرات ديال الزعفران صراحه اللي تيعطيونا واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف لهاد العسل ديالنا. يعني مادام غادي نصايبوا العسل ديال الدار، يعني نحاول نديروا شي حاجه اللي تكون هكذا طبيعيه وناجحه البنات بدون مواد حافظه. يعني راه كما لاحظتوا معايا مكونات اللي هي بسيطه. وهنا البنات راني درت الطنجره ديالي فوق البوطه كما تلاحظوا معايا. السكر ديالي هنا راه بدا تيذوب. وبالنسبه للنار ضروري خاصها تكون ناقصه باش العسل ديالنا ما يتحرقش لينا وما يطيبش لينا قبل الوقت. يعني نحاولوا نقصوا البوطه ونخليوه ياخذ لينا الوقت الكافي ديالو في الطياب. انا البنات غادي ندير معكم هنا مرحله مرحله كما لاحظتوا. يعني راه بديت لكم المرحله ديال السكر ملي كيف كان في الاول، من بعد هنا بدا السكر ديالنا تقريبا راه كله داب كما لاحظتوا معايا. وبالنسبه للنار تنأكد عليها البنات، البوطه ضروري خاص العافيه تكون ديالنا مهيله. وبالنسبه للبنات الدور ديال هاد الدوائر ديال الحامض، يعني ملي تيبان لينا الحامض ديالنا راه تيتعسل صافي راه تنعرفوا العسل ديالنا راه اصبح واجد. تقريبا العسل هنا راه بدا تيدير في ديك الكشكوشه ديالو. يعني نحاولوا نحركوه هكذايا، نبقاو مره مره نحركوا العسل ديالنا، يعني ماشي غير نحطوه فوق البوطه ونمشيو نخليوه بحال ملي تنكونوا دايرينه هكذا في الطنجره ديال الضغط. يعني هكذا في طنجره عاديه، يعني خاصنا ضروري نراقبوه ونبقاو نحركوه فيه كما تلاحظوا معايا. هنا البنات راه العسل ديالنا بدا تيتغير اللون ديالو، وحتى هاد الدوائر ديال الحامض راهم بداو واحد شويه تياخدوا داك اللون، ولكن راه باقي ما وصلناش لديك المرحله ديال ان العسل ديالنا صافي راه تيصبح واجد. يعني كما قلت لكم غادي نبقاو نحركو هكذايا حتى يبان لينا دوك الدوائر ديال الحامض ان اللون ديالهم بدا تيتغلق، وحتى اللون ديال ديك الكشكوش بدا تيتغلق حتى هو كيف ما تلاحظوا معايا. هنا تقريبا راه العسل ديالنا صافي البنات بدا تيوجد كيف ما تلاحظوا معايا. وهذوك الدوائر يعني راه بداو تياخدوا داك اللون
اللي بغينا. نحاولوا نقصوا البطء. مهم تقريبا البنات المده ديال الطياب راه ما بين 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه على نار اللي تكون هكذا مهيله. كيف ما لاحظتوا معايا راه الحامض ديالنا هنا راه تعسل ولا اللون ديالو غامق. كيف ما تلاحظوا معايا انا هنا راه خديت واحد الدائره ديال الحامض وبينت لكم يعني اللون ديالها كيفاش تيولي. صافي هذه هي المرحله البنات اللي تيولي العسل ديالنا واجد ونقدروا نطفيو عليه في هذه المرحله. لان لا خليناها البنات اكثر من المده ديال الطياب ديالو راه العسل ديالنا غادي يضيع علينا وغادي يقصاح. يعني نحاولوا غير يبان لينا كما قلت لكم الحامض بدا تياخذ داك اللون ديالو. صافي البنات وغادي نطفيو على العسل ديالنا وغادي نخليوه يبرد ومن بعد غادي ندوزو باش نكملوا المرحله الثانيه. بالنسبه هنايا البنات كما تلاحظوا معايا انا العسل ديالي راه صافي صباح واجد. طفيت عليها البنات كما تلاحظوا معايا. هذا هو اللون اللي بغينا نحصلوا عليه. انا درت لكم هنا واحد شويه في الطبيصيل بما ان الطنجره تيبان لكم العسل مغلوق يعني تيبان لكم بحال محروق. ولكن فاش تنديروا هكذا في شي طبسيل راه تيبين لينا اللون الحقيقي ديال العسل. صافي البنات كما لاحظتوا معايا واحد اللون اللي هو زوين ومذهب. غادي نطفي وغادي نخليه غير يبرد ليا واحد شويه هاد العسل البنات. يعني ما نحاولوش نضيفوا عليه المكونات اللي باقين عندنا وهو سخون. كما لاحظتوا معايا في الصوره يعني راه فاش نديروا الماء بارد راه تيدير لينا بحال الفقاعات هكذا. ويعني نحاولوا نخليوه حتى يبرد باش ما يطيرش لينا على الوجه ديالنا ولا يدينا. كما لاحظتوا معايا انا ضفت دوك 2 كيسان ديال الماء. الكاس اللي فيه الزعفران بطبيعه الحال راني صفيته وضفت هنا واحد الحبيبات ديال المسكه. المهم انا درت غير 3 الحبيبات ديال المسكه باش العسل ديالنا ما يقصحش لينا. كما باش نعرفوا ان المسكه راه تتقصح العسل. صافي البنات وغادي نخليه فوق البوطه نشعل عليه مده ديال 5 ديال الدقائق بالحساب. صافي وغادي نطفيو عليه لان كما قلت لكم الا خلينا اكثر من هذه المده راه العسل ديالنا غادي يبرد لينا ويقصح لينا. يعني نحاولوا قدر المستطاع 5 دقائق ما نفوتوهاش. ايوا صافي البنات هنا من بعد ما خليت العسل ديالي حتى برد ليا واحد شويه غادي نحيد هذوك المنسمات اللي ضفت ديال الحامض والقرفه. بطبيعه الحال هاد الدوائر ديال الحامض راه حنا ما تنلوحوهمش البنات. راه يمكن لينا نستعملوهم هكذايا في العقده ديال اللوز. صراحه تجي واحد العقده اللي هي خطيره وتجي معلكه البنات. حيت هذوك الحبيبات ديال الباديان القرنفل القرفه المهم نحاولوا نحيدوهم قبل ما يبرد لينا العسل ديالنا ويبقى لاصق فيهم وياخذ لينا واحد الكميه اللي هي كثيره البنات. صافي البنات المهم انا خليته هنايا على جنب. غادي نخليه ليله كامله حتى ياخذ ليا الوقت الكافي باش يبرد ويبان لينا العسل ديالنا ان راه اختار وحصلنا على ديك النتيجه اللي بغينا البنات. هذا هو الشكل النهائي ديال العسل ديالنا كيفاش وجد من بعد ليله كامله. صدقوني راه تيجي ناجح وثقيل البنات. يعني الا درنا في المعسلات ديالنا راه تيبقى لاصق فيهم واحد المده اللي هي طويله وتيبقى معنا كذلك حتى هو واحد المده اللي هي طويله البنات. تيعطينا واحد الكميه تقريبا ما بين 2 كيلو وربع حتى ل2 كيلو ونص ديال العسل. كيجي ناجح البنات. الا تبعتوا هاد النصائح اللي شاركت معكم صدقوني راه غادي ينجح معكم من المره الاولى وغيولي معتمد عندكم. لان الصراحه تيعجبني انا العسل ديال القالب على ديال السنيده. يعني البنات باش نكون معكم صريحه لان تيكون ناجح وتيكون زوين. والبنات اللايكات والبارطاج مع الاصدقاء باش تعم